وليد، مرحبا بك معنا في قناه الجزائر تيفي. قناه خيرتك اليوم لانك تكون يعني نجم على حصه كوتشنج كداي. واش تقولنا على المناسبه هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيفري مرحبا بكم عندنا خويا، ونشكركم نشكركم على الاختيار تاعكم لي انا. نقدروا نقولوا باللي راك اديت موسم يعني ممتاز في القسم الوطني الاول، وتعتبر من بين افضل ظاهر ايسر في البطوله. واش تقولنا بالمناسبه هذه؟ وهذه شهاده تاعكم انتم، كاين شهاده اللي تاع بعض الانصار المتتبعين اللي يقولوها لي، وهذه حاجه تشرفني انايا، وان شاء الله برك نكمل على هذا المنوال هذا ان شاء الله. واش الاهداف تاعك اللي راك تمسطرها مع اقتراب نهايه الموسم؟ والله خويا كنت انا ماذا بيا نلعب الماكسيموم دي ماتش ونلعبهم كاع افون، جو مي دون افون سو لو تيران. هذا هو لوبجيكتيف تاعي. مانو كنا حابين نديو دي تيتر مع الكلوب تاعنا. مالوريزمون ما كانش عندنا الحظ هذايا اللي نلعبوا على الادوار الاولى ولا مرتبه مشرفه ولا. هذه هي. وليد، الكثير يقول باللي راكم ضيعتوا الموسم هذا، يعني كاس افريقيا يخرج في الدوري قبل الاخير. يعني البطوله الوطنيه كان فريق بكل كان يقول باللي ربما تديروا البطوله على الاقل تلعبوا على البوديوم. للاسف يعني ما مشاتش معكم. واش الاسباب فيها رايك؟ سي فري كانوا بزاف منتظرين، اللي متتبعين كره القدم كانوا منتظرين شباب قسنطينه انه يحقق على الاقل لقب، على بيسك لعبنا على ثلاث جبهات. نظن انه اليوم ما حققنا حتى لقب، وما كناش عند حسن ظن الجميع، وهذا نظن انه راجع شويه الاستقرار تاع الفريق. اللي راكم على بالكم باللي الاداره شاك فوا كانت تتبدل، و سي با جون اون شوز بون شوز بور ليكيب. فوالا هذا هو اللي شويه اثر علينا شويه على الفريق. نقدر نقول ربما باللي ضغط الانصار ولا ضغط المحيط، الفريق سمر هو نقول عنده بحبوحه عمليه. هذه الحاجه اثرت عليكم ربما سلبيا الضغط؟ نو الضغط والله والو. الضغط مليح وماشي مليح، ولكن نقولوا احنا باللي الضغط هذا ما كانش عنده اثر كاع على المردود ديالنا ولا على النتائج اللي حققناها. شركة الآبار نقول لها مرحبا بها، مرحبا بكل واحد اللي يجيب إضافة لهذا الفريق ويقدم كاع ما عنده باش الفريق هذا تولي يعود عنده كلام آخر في البطولة ولا في المشاركات القارية إن شاء الله. باش تكون عندي أنا حافز المالي ولا إذا أنا جو سوي بور لا ستابيليتي، نقول الاستقرار أولا، والحافز المالي ولا بالك يجي من بعد، ماشي حاجة اللي حضرني أنا ولا. سي فري كو عندي دي بروبوزيسيون، عندي فرق هنا في الجزائر، وسواء كان داخل الجزائر ولا خارج الجزائر، ولكن ان شاء الله بالاستخاره ان شاء الله نستخروا ربي يقبل، نشوف ان شاء الله واش هو يستنى ديسي لا فين دو لا سيزون ان شاء الله. وليد، كلمه اخيره للجمهور شباب قسنطينه اللي متعطش الالقاب ويحوس يشوف فريق ربما على منصه التتويج، اخر لقب في 97. انتم كلاعبين مسؤوليه كبيره تسنى فيكم، خصوصا اللي كنت تقعد في الفريق. واش تقول لنا للجمهور تاع شباب قسنطينه؟ الجمهور هذا يتنفس كره القدم، وين كل واحد يخرج منها يخرج يشري ولا يخرج كش ما يدور في المدينه، يقعدوا غير يديمونديونا في الالقاب، وقتاش نديو تيتر، وقتاش نفرحوا، وقتاش هكذا. يا خويا نظن انه هذا الفريق هذا الانصار هذو ما يستاهلوا كل خير. اليوم اجت شركه جديده اللي عندها، نظن انه جات محفزه وحابه شغل تبين بلي حابه تخدم ودير حاجه ايجابيه ان شاء الله للفريق. دابري واش انا نسمعوا ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي الشركه تكون عند حسن ظن الجميع، واللاعبين اللي يقعدوا اليوم الجايين ان شاء الله يكونوا عند حسن ظن الجميع ثاني. ولما لا ان شاء الله العام الجاي نقولوا انه شباب قسنطينه يحقق لقب الموسم القادم ان شاء الله. احكي لنا على العفره تاع السوريه اللي راكم دايرها في السوريه تاعك هذه. هذه سي موا في ايناس
اللي سالي من دوك فوالا نقول لها نحبك بزاف. شكرا زميلنا عبد الله بن جعفر، شكرا ايضا لوليد بن شريف، نتمنوا له حظ موفق مع شباب قسنطينه، شباب اللي راح يواجه مولية الجزائر غدا في ملعب عمر حمادي ببلوغ. راح نواصلوا الحصه مع طارق مع مصطفى.